فيديو النهاردة. هل انت المصدر الرئيسي للوقود للنرجسي؟ هل بتقدري تديله كل احتياجاته من الوقود؟ فيديو جديد لسام فاكنين. سام فاكنين بيقول اللي خلاه يعمل فيديو زي ده هو الجدل الواسع اللي بيدور بين الناس، وبيحس ان ضحية النرجسي بتتباهى قوي وبتتفشخر كده باللغة بتاعتنا بانها هي المصدر الرئيسي للوقود للنرجسي بتاعها. قد ايه مبسوطة وقد ايه فخورة قوي انها مصدر جيد للوقود. تعالى اقولك، لو انت فيك الخمس حاجات دول فانت مصدر رئيسي للوقود للنرجسي. بس عايزة اقولك حاجة، دي مش حاجة حلوة ابدا تفتخري بيها، ولا حاجة كويسة ابدا ابدا، بالعكس دي حاجة سيئة جدا. اوعي تكوني فاكرة انك عشان المصدر الرئيسي للوقود فانت كده بتحصلي على افضل نسخة من النرجسي بتاعك. بالعكس، بالعكس. اوعي تفتكري انه لما بيكون مثلا متجوز اتنين وبيسيب مراته التانية وبيبقى متضايق منها مثلا، او هي نرجسيتها اعلى منه شويتين فبتقدر تقرفه وتحجمه فبيرجع لك. دي حاجة كويسة، بيرجع لك عشان يستمد منك انت الوقود. ما تفتكريش ان دي حاجة كويسة. ما تفتكريش ان هي مش قادرة تديله اللي هو محتاجه علشان كده هو بيرجع لك تاني، وتفتكري ان هو كده حس بالذنب وان هو كده حس بغلطته وقد ايه بيقضي معاكي اغلب الوقت وهي لأ. على فكرة دي مش حاجة كويسة خالص. معنى انه رجع لك فهو محتاج بوكسينج باج كبيرة يطلع فيها كل قرفه كل نرجسيته عليكي انتي، لانه ما قدرش يطلعه مع الجديدة. فبستغرب قوي قوي. سام فاكنين اللي بيقول يا جماعة بستغرب قوي قوي ان من واحدة بتكتب له وبتقول له ازاي اقدر ارجعه وازاي اكون المصدر الرئيسي للوقود علشان يفضل معايا انا وما يروحش للنيو سبلاي تاني. سام فاكنين هيقولك على 5 علامات بيظهروا عليكي لما تكوني انتي المصدر الرئيسي فعلا للنرجسي بتاعك. اول علامة انك بتمشي دايما دايما على قشر بيض، زي ما تكوني على طول في حالة استعداد وتأهب علشان آه تاخدي منه لكمات وصدمات ورا بعض ورا بعض. انتي مستعدة طول الوقت وماشية على قشر بيض طول الوقت ومتحفزة طول الوقت، ومنتيش مطمنة ابدا ابدا لانك مش عارفة الضربة الجاية هتجيلك منين. لو انتي طول الوقت عايشة كده اعرفي ان انتي المصدر الرئيسي للوقود. انت مستعدة طول الوقت انك تشوفي استخفافه بيكي وتحقيره ليكي ونظرة عدم الرضا اللي دايما في عينيه، حتى لو عملتي اقصى اقصى ما عندك ومع ذلك مش مهم عندك كل ده. بيبقى متأكد جدا جدا انه هيطلب منك الحاجة حتى لو هي ضد مبادئك او ضد رغبتك، وبرضه هتعمليها. هو متأكد ان انتي لما يقولك ما تكلميش مثلا صاحبتك دي او ما تتصليش بابوكي وامك النهارده، او ما تكلميش اختك او اخوكي او مش عارف ايه، عارف ان انتي هتنفذي رغم ان ده غصب عنك بس هتنفذيه. لما تعرفي في الحالة لما تبقي في الحالة دي اعرفي ان انت المصدر الرئيسي للوقود عند النرجسي في الوقت ده. بس اوعي تفهمي او تعرفي ان انت لما تنفذي الحاجات اللي هو بيطلبها منك دي، او يعني تبقي راضخة قوي كده ومستسلمة للدرجة دي، انه هيقدر ده او انه هيبقى مبسوط جدا من ده. بالعكس، ده بيكرهك اكتر واكتر وهيرجع تاني يعاملك معاملة أسوأ من الأولانية 1000 مرة. ودي تاني علامة هتلاحظيها، إن النرجسي بيكرهك أغلب الأوقات، بيكرهك ومش طايق حتى النفس اللي انتي بتتنفسيه. بتعملي كل حاجة علشان ترضيه وعلشان تكسبيه وهو برضه مفيش فايدة. بيحاول يستفزك ويطلع منك أسوأ ما عندك
وفي الاخر يقولك انا بكرهك. ده لو ما قالهالكيش بلسانه هيقولها بافعاله، لانه فعلا فعلا بيكرهك. لما بتكوني على علاقة بالنرجسي وبتكوني انتي المصدر الرئيسي فعلا للوقود، فانتي هو مش مطلوب منه انه يعمل اي مجهود علشان يكرهك فيه. بالعكس، انتي مش قادرة تكرهيه، مش قادرة تبعدي عنه. بيكرهك وبيستفزك وبيعاملك أسوأ معاملة، وانتي مش قادرة تسيبي العلاقة دي. ممكن تكوني اكتشفتي خيانة من خياناته، وانتي برضو بتفوتي وبتسامحي وبتقولي انا هعمل ايه، ما انا عايزة احافظ على بيتي وعايزة احافظ على الولاد. بيستغلك وبياخد منك فلوسك وبتصرفي انتي على البيت، وبرضه مكملة في العلاقة. فهو متأكد ان انتي مش هتروحي لا كده ولا كده، بالرغم من انه بيعاملك أسوأ معاملة، ومقتنعة ان انتي بتعملي ده علشان بيتك وولادك. لكن هو شايف انه مطمن وحاطط ايديه في مية باردة قوي، وعارف انه مهما يعمل فيكي انتي مكملة، عمرك ما هتقدري تسيبيه. اعرفي هنا ان انتي المصدر الرئيسي للوقود بتاعه. تالت علامة بتبين ان انتي المصدر الرئيسي للوقود، ان النرجسي بيلومك على كل حاجة سيئة هو بيعملها وانتي بتقبلي. بيلومك على خيانته ليكي، وبيقولك انتي السبب، انتي اللي خليتيني اعمل كده. روحي بصي لنفسك في المراية، شوفي نفسك تخنتي كام كيلو، روحي شوفي نفسك بقيتي عاملة ازاي، شكلك بقى عامل ازاي. انتي مش مهتمة بيا، انتي ما بقيتيش تلبسيلي وتدلعيلي، انتي ما بقيتيش تعملي مش عارف ايه. هيلومك على كل شيء، وانتي هتسيبي الموضوع الاصلي وهتبدأي تدوري على نفسك، وهتلومي نفسك وهتشكي في نفسك، وهتنسي كل اللي هو عمله، وهتقولي ان انتي السبب. هنا اعرفي ان انتي المصدر الرئيسي للوقود عنده. رابع علامة، وهو انك بتجري وراه طول الوقت، تتصلي بيه وتبعتي له رسائل وهو مطنش وما بيكلمكيش، وممكن يقعد طول النهار ما يردش على رسايلك، وانتي برضو مصممة وبتزني وبتتصلي وبتبعتي رسايل، ومنهارة ومتضايقة ويومك مش مظبوط ومش عارفة تركزي في اي حاجة لانه ما بيتصلش بيكي وما بيردش عليكي. ممكن يكون النرجسي في الوقت دوت بيجهز مصدر تاني للوقود كمان، وانت بتلحي عليه كده وعمالة تلحقيه، فانت بتثبتي له طول الوقت انه مهما عمل فيكي انت مكملة، وبالتالي فهو حاسس بالراحة التامة لانه متجاهلك بالطريقة دي. وممكن يعملها حجة، ولما يرجع البيت يتخانق معاكي علشان يبتدي معاكي السايلنت تريتمنت او الصمت العقابي اللي هيدوم لاسبوع او اسبوعين. فما يردش عليكي في التليفون، ما يردش على رسايلك، ولما يجيلك يقولك في ايه، انت هتفضلي تزني طول النهار، ايه اللي حصل، انت مش عارف ايه، طب انا مش هرد عليكي تاني ومعطيش تتصلي بيا تاني، ده عيشة بقت تقرف دي معرفش ايه، ويبتدي يخصمك ويقعد بالكام يوم ما يكلمكيش ولا كأنك موجودة في الحياة اصلا. عشان كده بقولك انك مصدر جيد للنرجسي، مصدر جيد للوقود للنرجسي، دي مش حاجة كويسة ابدا. خامس علامة بتظهر عليكي، لما تكوني انت شخص متعاطف وحساس جدا جدا، فللأسف بتباني أكبر من عمرك الحقيقي. طبعا ممكن ده يكون بسبب برضو نمط الحياة اللي انت بتعيشيه. ممكن تكون وراثة ان شكلك كبير مثلا، او ملامحك كبيرة في السن، بتدي من وانت صغيرة وانت مثلا الناس بتديكي اكبر من سنك، ماشي. لكن لما تكوني مرتبطة بشخص نرجسي وعشتي معاه سنين طويلة وانت المصدر الرئيسي للوقود بالنسبة له، فكل ده بيبان على ملامحك. وده طبعا بسبب كل الصدمات العاطفية اللي انت بتمر بيها اثناء علاقتك بيه. جربي كده تجيبي صورك القديمة قبل ما تعرفي النرجسي، وصورك الحالية وانتي معاه، ولو انتي سبتيه شوفي شكلك دلوقتي ازاي، وشكلك وانتي لسه معاه في العلاقة كان عامل ازاي. اكيد هتحسي باختلاف كبير، وفي ناس كتير جدا جدا شكلهم اختلف تماما
من بعد ما سابوا النرجسي رجعت لهم حيويتهم، ورجعت لهم نشاطهم، ورجع لهم شبابهم، وبقوا فعلا باين عليهم أصغر من سنهم بكتير. ليه؟ لأن سم يا جماعة خرج من حياتهم، سم ماشي في عروقهم بقاله أكتر من 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة، قدروا يطلعوه من حياتهم. فقد إيه الحياة بترجع حلوة، الطاقة الحلوة بترجع تاني تمشي جوه جسمك، وبتبقي مختلفة تماما. عشان ال5 أسباب اللي قلناهم دول، إن انت تكوني مصدر رئيسي للوقود للنرجسي دي مش حاجة كويسة أبدا أبدا أبدا. بالعكس، ده معناه إن انت لسه عبدة وأسيرة عنده، معناه إنه يقدر يعمل فيكي أي حاجة، وعمرك ما هتقدري تسيبيه ولا تسيبي العلاقة. معناه انك هتفضلي تمتصي كل الحالة المزاجية السيئة بتاعته، وهتفضلي دايما في الدايرة بتاعته، هتفضلي البوكسنج باج اللي بيطلع فيها كل الكراهية وعدم الاحترام والاستحقار وكل الكلام ده هيطلعه عليكي. لو تعبتي او عييتي لا قدر الله، بعد الشر عنكم يعني، عمرك ما هتلاقي النرجسي واقف جنبك. هو ما عندوش استعداد ابدا ابدا انه يضيع وقته في انه يعتني بيكي او يهتم بيكي. هو ما بيهتمش بحد، بالعكس، هو لما بيشوفك في ضعفك بتكون دي احسن لحظات حياته علشان يقدر يمارس عليكي نرجسيته، ويقدر يهملك ويحقرك، وبجد تشوفي منه أسوأ وش يعني، بتشوفي فعلا منه أسوأ وش، لأنه ما عندوش استعداد ان هو يعني يعيش من غير السبلاي اللي انت بتديهوله. وانت طبعا وانت تعبانه مش هتقدري تديله السبلاي ده، رغم ان في ناس بتبعت لي يا جماعه وبتقول لي، انا كنيفين يعني، بتبعت لي بتقول لي بالعكس ده النرجسي بيبقى لطيف معايا جدا وانا تعبانه، وبيوديني للدكتور، وبيقعد جنبي يديني الدواء، وبيقعد. يا جماعه دي استثناءات، واعتقد ان النرجسي في الوقت ده بيكون عايز منك حاجه، او مستني من وراكي حاجه. ربنا يبقى يبعد عنكم كل الامراض ويحفظكم ويحميكم يا رب. في الغالب ان لما تكوني انت المصدر الرئيسي للوقود عند النرجسي، فبيستنى اي مناسبة او اي نقطة ضعف ليكي علشان يطلع عليكي نرجسيته، ويقدر يمتص منك السبلاي اللي هو عايزه، ويضرب بامالك واحلامك عرض الحائط. لو انت مستنية ان هو يهتم بيكي، ما بيهتمش علشان يصدمك. لو انت مستنياه مثلا في مناسبة سعيدة انه يقولك مبروك على ترقية في شغلك او على نجاح لابنك مثلا او بنتك، ما بيقولهاش علشان برضو تتصدمي، علشان تستفزي، علشان تتضايقي، وهو بيبقى في اسعد لحظات حياته. طبعا مش دي كل العلامات اللي بتدل على انك مصدر رئيسي للوقود عند النرجسي، لكن دي اهم العلامات. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم الحلقة الجاية.